المحللين والخبراء. داخل مقطوعه من عبد الله، ترجع مره ثانيه في الشمال. يا ولد يا ايمن يا حفني، لعيب جامد جدا. حسام غالي راح له على طول، تتاخد الكره بفاول، ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك من ناحيه الشمال. خلي بالك حسام غالي اللي عمليه ما هي سهله، لكن هي افكار بتيجي للكوتش، هو بيحس بحاجه معينه بينفذها، ده طبيعي اي مدير فني خاص فتحي. ومنتهى الخطوره، تمريره بالخطا، عايز ينطلق مصطفى، تقف تحت رجله وترجع له مره ثانيه. لعيب كبير، لعيب كبير يا راجل يا مفتري، عايز يمشيها كوبري كده، لكن يعني صعبه دي يا مصطفى قوي. اتنين على الارض، سعد يا سمير، ما عندكش حظ يا سعد. بص خلي بالك، ادي مصطفى وادي سعد، وادي سعد قاعد على الارض، سعد دور عليها ما لقاهاش، زقها زقه ايه؟ زقه جاتوه في المرمى عشان يتقدم فريقه 3-1 ويعطي اشاره الامان الكبيره. بص عايز يمشي، خلي بالك الكره فات دي، يا لاعب كبير الحقيقه جدا 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 مصطفى. ويبقى مصطفى لاعب رائع كبديل. لما كان بيبتدي ما كانش بيقدم المردود المطلوب، لكن لما بيبقى بديل بينزل يقلب الدنيا. بصوا الترقيصه يا جماعه، يا ساتر يا ساتر، وبعدين وش رجله. بص في الحاجات اللي زي كده من ناحيه اليمين مصطفى فتحي يا ساتر، كوبري يا ساتر، ما بين قربك وخوفي عليك يا رامي يا ربيع، من فضلك اقفل رجليك. يا ساتر على الكوبري، يا ساتر على الكوبري، يا ساتر يا راجل، ده انت مفتري يا راجل، ده انت مفتري، حرام عليك، صفيني مره وجافيني مره، ما تلبسهاليش كده كل مره. يا عليك يا مصطفى يا فتحي.